السلام عليكم واحلى تحية حب لاحنا متابعين بشوية دقيق وشوية مية. ان شاء الله تعملي الحاجة الجميلة دي اللي هتفرح ولادنا بدون ادوات، بدون بيض، بدون زبدة. حاجة سهلة وبسيطة، ان شاء الله تعجبكم. تجربوها تقولوا في التعليقات ايه رأيكم، ونسمي ونصلي على الرسول ونشوف المقادير معانا. نجيب وعاء كده ونضيف فيه كوباية من المية وكوباية من البيض، من الحليب قصدي. المفروض اصلا هضيف بيض بس مش هضيفه علشان ما يخلوهاش زفرة، فاحنا هنضيف عليها كده اللهم صل على سيدنا محمد السكر مع الحليب. وهنضيف معاها برضو معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقة زيت، معلقة من الزيت بالشكل ده. تمام. وملح، رشة من الملح مع الدقيق. ونقلب الحليب مع المية مع السكر مع انا رشيت كده رشة من السمسم لو حابين تضيفوها، يعني هي مش في الوصفة برضو بس انا ضفتها، لو حابين تضيفوها ضيفوها. هنجيب كده الدقيق بتاعنا مع الرش من الملح وهنضيفه شوية شوية لما يلم بس معانا، مش هنعجن فيه خالص. بإيدك كده او بالمعلقة شوية شوية، لما يلم معاكي هتبقى كده العجينة بتاعتنا خلاص. هي اهم حاجة نحط عليها معلقة من البيكنج باودر بتاعت الكيك او تمام، ورشة الملح. وبنقلب لما يلم معانا العجين، وبعدين مش هنسيبها تستريح ولا حاجة، يعني هي 10 دقايق وهنشتغل فيها على طول. سهلة جدا وبسيطة. حطيت 250 جرام من الدقيق شوية بشوية. الطبق ده صغير اللي بحط بيه ده، يعني حطيت 50 جرام في 50 جرام. تمام. بس كده بلمه وخلاص، بسيبها ترتاح 10 دقايق بس، ونشتغل فيها على طول عشان مفيهاش خميرة. ولو حطيت السمسم حطيه ضيفيه وهو ني عشان لما يتحمر معاكي ما يتحرقش. لو حابة تضيفيه، لو مش حابة تضيفيه مفيش اي مشكلة، ممكن تضيفي بيض بدال الحليب. ونعمل بقى كده كور صغيرة من العجينة اللي استريحت 10 دقايق، ونضيف ونحطها على ورق زبدة أو الصاج بتاعنا بتاع الفرن. لو على ورق زبدة هيبقى كويس برضو. العجينة اهي جميلة وما شاء الله، سهلة وجميلة واستريحت معانا. هو سهل جدا ومبياخدش وقت معانا بس جميل جدا. وبندخله الفرن على درجة حرارة 180. بيقعد في الفرن الرف الوسطاني بيقعد 12 لربع ساعة. لونه ما بيتغيرش قوي، تبقى شبه الغريبة كده. تمام. ما بتحمرش، ولما تطلع بنسيبها تبرد كويس، وما نسيبها ما نطلعهاش من الصاج. تمام. وبعد كده هنزينها بقى بالشكل اللي انتوا يعني هنحطها في الصاج الاول، بعد كده بنحط يبقى نشكلها بالشكل اللي انتوا شايفينه. عشان تبقى دايرة مدورة كده لازم تعملوها كده، نحطها في الصاج بعد كده نشكلها بالشكل اللي انتوا هتشوفوه بتاعة العصير. ممكن تدهنيها دقيق او زيت، تعمليها بالشكل ده، تدخليها الفرن زي ما قلتلك 12 لربع ساعة، 15 دقيقة يعني. وبتطلعيها تزينيها بصوص فراولة، صوص شوكولاتة،
رشة سكر، اي حاجة عندك، مربى مشمش، مربى فراولة، اللي موجود اللي متوفر، وتقدميها بقى بيبقى شكلها قمر وجميلة. هندخلها الفرن ونشوف مع بعض لما تستوي تبقى شكلها عامل ازاي، ولما نزينها كمان تبقى قمر وجميلة وسهلة وبسيطة. وان شاء الله تبقى طعمها خطير. اهي بالشكل ده، بتبقى بالشكل ده جميلة وبسيطة وسهلة. رب تعجبكم وتكون الفيديو عجبكم. هي كده بصوص الفراولة ورش عليها من السكر. يا رب تعجبك، ومتنسوش يا جماعة اللايك والشير واشتراك في القناة. استودعكم الله والسلام عليكم.